آخر فيديو لزوج مريم جودة قبل الوفاة ديالو، الله يرحمه ويستاهل. قبل ما نبدا معكم فيديو ما تنسوش الاشتراك بالقناه باش يوصلكم دائما كل جديد. اليوتيوبر والفلوغ المصريين اللي دايرين ضجه بزاف اخر راس العام كانوا كيحتفلوا عادي، ما بين حتى شي حاجه، ناشطين فرحانين، قمه السعاده. باش تعرفوا على ان اي حاجه في السوشيال ميديا ما خاصهاش تنشر، لازم الواحد يخلي حياته شويه شخصيه بعيدة على أنظار العالم، لأن العين حق. أغلبية الناس ما كيقولوش بارك الله، فالعين راه مذكورة حتى في القرآن. للأسف من بعد احتفال مباشرة براس السنة وتوديع نهاية السنة ديال 2022 كانت مأساة حزينة بزاف. فرحة، نشاط، تقصار، رجع لي كارثة نهار أول يوم في سنة 2029. مريم جودة كتودع الزوج ديالها شريك حياتها، واللي بارطاجت صورة على حسابها الرسمي بالانستغرام وكتقول في إنا لله وإنا إليه راجعون، لأثار استغراب كبير للمتابعين. كانوا كيشوفوهم فرحانين، يعني فيديوهات فلوغات، فجأة كتقول مات إلا وكاينة شي حاجة. لكن على حسب قول ديالها وبعض الأصدقاء كيقولوا بأنها موت عادية، ما كان ما عليه ما بيه حتى مول الأمانة تا أمانته. الله يرحمه ويسهل يسكن مثواه الجنة إن شاء الله، ويصبر الأهل ديالو، خصوصا الزوجة اللي كانت معتبراه كل شي في هذه الدنيا، السند، أخ، الأب، واقف معها في كل الحياة ديالو. كانوا كيبينوا فيديوهات وفلوقات في قمة السعادة، لكن أغلبية شي يقول على أنه كان مريض، لكن هي نفات هذا الخبر كتقول على أنه حتى شي حاجة ما بيه. عاودت لهم على كامل نهار اللي دوزت به في الاحتفال ديالهم، حتى مول الأمانة أمانته. هذه هي كانت كلمات المعبرة، كلمات الحزن، كلمات الأسى على زوج اليوتيوبر مريم جودة. كتقول باللي إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت. توفي زوجي في ذمة الله، إلى رحمة الله تعالى. زوجي محمد عبد اللطيف في ذمة الله، نسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة. هذه كلمات اللي كانت جد قاسية لمريم، وهي كتحط هذا البوست على الصفحة ديالها الرسمية بالفيسبوك. فدعواتكم ليه بالرحمة والمغفرة، وكذلك بارطاجوا كل من الأصدقاء ديالهم عبر الصفحات ديالهم بالتعازي الحارة. وكاين اللي مشى وكاين اللي لقى مريم في حالة يرثى لها بسبب الوفاة المفاجئة ديال الزوج ديالها، ولحد الآن الأم ديالها كتعاني معها. الله يصبرها يا ربي، صدمة قاصحة شوية.